هو الجلالي بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني الملقب ببحمارة والمعروف أيضا بلقب الروكي. ولد في سنة 1860 نواحي مدينة مكناس بالمغرب. حصل على لقب بحمارة بسبب أنه عندما قرر الانقضاض بثورته جاء إلى الناس في أحد المواسم الدينية في قبيلة الحيينة راكبا على حمار. بفضل ذكائه تم اختياره ليكون أحد أفراد فريق الطلبة المهندسين الذي قام السلطان الحسن الأول بتكليف القبطان الفرنسي توماس أحد ضباط البعثة العسكرية الفرنسية بتعليمه وتدريبه. عمل بحمارة في عدة وظائف ومناصب في الجهاز المخزني المغربي، بما في ذلك وظيفة صغيرة في القصر السلطاني، وكان مساعدا للقائد الشهير عبد الكريم ولد محمد الشرقي. كما عمل كاتبا لخليفة السلطان بفاس الأمير أبي حفص عمر ابن السلطان مولاي الحسن الأول. وبسبب تزويره لتوقيع السلطان تم القبض عليه وإيداعه السجن. ذكاؤه ودهاؤه إلى جانب تعليمه في اللغة والعلوم الشرعية بالإضافة إلى فترة السجن، كل هذا جعله يكتسب معرفة واسعة بالمخزن وأفراده وبالأسرار والتقاليد داخل القصر. كما كان على دراية كبيرة بحيثيات الوضع الصعب الذي كان يمر به المغرب في تلك الفترة. وقف على سخط وامتعاض الأميرين عمر ومحمد من تولي أخيهم الأصغر الفتى عبد العزيز الحكم، وهذا يظهر الفهم العميق للسياسة والديناميات الاجتماعية في ذلك الزمان. في عام 1900 قام بجولات في مناطق المغرب الشرقي لدعوة الناس إلى الله. وفي نهاية المطاف دخل الجزائر المحتلة في عام 1901 حيث التقى بشيوخ الطريقة الدرقاوية. كانت هذه الطريقة على وفاق كبير مع سلطات الاحتلال الفرنسي، وعندما أطلعهم على نياته في التمرد ضد السلطان المغربي وعلى استعدادهم لتقديم الدعم والسلاح له. وفي عام 1902 عندما عاد إلى المناطق الشرقية للمملكة انتشر خبر فرار مولاي محمد الأخ الأكبر للسلطان مولاي عبد العزيز من السجن بعد 8 سنوات من الاعتقال. استغل هذا الخبر للتحلي بصفاته كمنتحل لهوية مولاي محمد، وادعى أنه الشخص الذي يجب عليه أن يصبح السلطان. في خريف عام 1902 أعلن بحمارة من ملجئه في المناطق بين مدينتي تاز وفاس أنه سيطرد عبد العزيز المغتصب للعرش، وسيعيد عرش أجداده للدفاع عن بلاده وإنقاذها من الأجانب الكفار. في البداية وجد دعما من عدة قبائل ناحية مدينة تازة وبايعوه على نصرة الدين. قام بتأسيس مقر لحكمه في تازة، وخطب باسم السلطان مولاي محمد بن الحسن بعد دخولها دون مقاومة وهروب عامل تازة. بدأ يتصرف كسلطان، وأصبح يتكلم لغة الملوك والأمراء، وبدأ يحاط بمظاهر الملكية. وعين مساعدين له ليشكلوا حكومته الخاصة، وبدأ يتبع التقاليد السلطانية المعروفة في المغرب. بعد انتشار خبره وتفشيه بدأت قبائل أخرى في مبايعته، ومن بين هذه القبائل كانت القبائل الريفية التي كانت مصدرا هاما للرجال والموارد اللازمة لخوض الحرب. استطاع بحمارة تأسيس قاعدة جديدة لمخزنه في قصبة سلوان بعد أن سقط معقله السابق في تازة بيد الجيش المخزني في 7 يوليوز عام 1903. وبفضل هذه القاعدة الجديدة تمكن من الانتقال إلى مناطق الشمال الشرقي للمغرب، حيث حصل على منفذ بحري يسمح له بالتواصل مع الخارج والحصول على الدعم من الأجانب والإمدادات الحربية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر. على الرغم من أن المخزن في البداية لم يكترث كثيرا لتمرد بحمارة واستخف به، إلا أن توالي انتصاراته وزيادة عدد أنصاره خاصة في المناطق الشرقية للمغرب وتهديده بالدخول إلى العاصمة فاس دفع المخزن للتصدي بجدية لثورته. بذل السلطان مولاي عبد العزيز جهودا كبيرة لإقناع أعيان وقبائل المنطقة بالوقوف ضد بحمارة. أرسل السلطان أول قوة عسكرية بقيادة أخيه غير الشقيق الأمير مولاي عبد الرحمن، والذي كان لم يبلغ آنذاك سن البلوغ ولم يكن له خبرة سابقة في الميدان العسكري. تعرضت هذه القوة التي كان قوامها 2000 جندي لهزيمتين متتاليتين في 5 و8 نوفمبر 1902 من قبل مقاتلي بحمارة.
في 22 دجنبر 1902 تعرضت القوات المخزنية بقيادة الشريف عبد السلام أمراني للهزيمة من قبل قوات بحمارة، وتمكنت هذه الأخيرة من الاستيلاء على الكثير من الذخائر والمؤن والأموال. بسبب مزاعم بحمارة بأنه الأمير مولاي محمد بن الحسن، وبسبب اكتشاف كذبها، تم إطلاق سراح الأمير مولاي محمد بن الحسن من سجنه في مكناس، حيث كان قد اعتقل منذ بيعة أخيه السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1894. فشلت جميع جهود المخزن في وقف زحف جيوش بحمارة، وتمكنت من دخول مدينة وجدة دون قتال في 25 يونيو 1903، حيث بويع بها وخطب باسم السلطان مولاي محمد على منبرها. ولكن اضطر إلى مغادرتها يوم 10 يوليوز 1903 بعد سقوط مدينة تازا في يد المخزن، فدخلها جيش السلطان عبد العزيز يوم 11 غشت 1903. وعلى الرغم من سقوط تازا ووجدة بيد المخزن، فإن الحرب اشتدت بين الطرفين، ودارت بينهما عدة معارك طيلة 7 سنوات من الثورة. بسبب اتصالات بحمارة مع الإسبان والفرنسيين لطلب المساعدة في مواجهة المخزن، مقابل منحهم امتيازات هامة ومهادنته لهم وسكوته عن احتلالهم لأجزاء من المغرب، وبعد بيعة المولى عبد الحفيظ وفق شروط محددة، بدأت القبائل الموالية لبحمارة تفكر في كيفية التخلص منه، وخاصة القبائل الريفية التي كانت ركيزة تمرده، والتي كانت شاهدة على تواطؤه مع الإسبان. في 6 أكتوبر 1908 في بني سيدال، تمت إبادة قوات بحمارة من قبل قبائل المنطقة. ورغم محاولاته للانتقام، إلا أن هذه القبائل أجبرته على التراجع. 4 دجنبر 1908 اتجه جنوباً بعد أن حالت القبائل بينه وبين مدينة ليليا المحتلة. ألقي القبض عليه من طرف جيوش السلطان مولاي عبد الحفيظ، وذلك بعد مطاردة طويلة وهو مختبئ في زاوية مولاي عمران قرب مدينة وزان يوم 22 غشت 1909. تم اقتياده إلى فاس سجينا في قفص ومحمولا على بعير، ثم بقي معروضا على الجمهور داخل قفصه لمدة حوالي 20 يوما في مدينة فاس، قبل أن يتم إعدامه يوم الخميس 9 سبتمبر 1909 وأحرقت جثته.